ولهذا يقول الله عز وجل لرسولنا عليه الصلاة والسلام يقول لهم واسجد واقترب. انظروا إلى هذه النصيحة يا عباد الله، كانت على إثر فعل أبي جهل الله، إذا كان يريد أن يمنع النبي عن الصلاة. وهكذا ينبغي على العبد أن يبتعد عن كل صديق سيء يريد أن يبعدك عن الصلاة. اقبل على الله واسجد واقترب له سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن العبد كلما سجد وأكثر من الصلاة أقبل الله عليه وأقبله على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يا عباد الله يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى صبر ومصابر. لهذا يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر هي مثل واجتهد، هي مثل واقترب. يقول أهل العلم هذا اللفظ وهي افتعل بمعنى أنه فعل زائد عليه الاجتهاد والطلب والتعب، أي واسجد واقترب أي اجتهد على أن تقترب إلى ربك سبحانه وتعالى. كما قال واصطبر أي اجتهد لأنك ستتعب مع أهلك في إقامتهم على الصلاة. اصطبر واجتهد وهكذا اقترب من الله سبحانه وتعالى. هذا كان السلف عليهم رضوان الله تجري الصلاة هذه في دماء في أرواحهم في قلوبهم، كانوا يحافظون عليها محافظة عظيمة. ابن الخطاب رضي الله عنه عند أن طعن حمل إلى بيته وكان يسيل الدم من جسده قد مزق ذلك الجسد، حتى أنه كان أعطي لبنا فخرج من بطنه، يعني قد انتهت حياته وهو ينتظر الموت الله عنه في تعب جسدي عظيم. ومع هذا عند أن قيل له قاله المسور ابن مخرمة وابن عباس الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة، فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهو في هذه الحال المتعبة المنهكة وهو ينصح الأمة بالصلاة. النبي قبل أن يموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم.